بيبدأ فيلم النهاردة في دير لتعليم الكونج فو للأطفال الأيتام، وبنشوف دلوقتي بطل حكايتنا الشاب الجميل إنسكا زي ما المعلم بتاعه سماه بالظبط، وهو بيدعو واحد من زمايله للقتال. وساعتها بنعرف إن الدير ما بقاش فيه فلوس ولا أكل يكفي كل الطلاب، وعلشان كده المعلم بيدخلهم في قتالات ضد بعض، واللي يكسب بس هو اللي يقدم له الطعام. هنا بقى بنشوف صاحبنا إنسكا وهو بيتضرب من صاحبه الضخم ده، وساعتها طبعا كل زمايله بيضحكوا عليه، لكن في اللحظة دي الغضب بيتمكن منه وبيقوم بسرعة يرجع لأرض القتال، وبيفضل يراوغ فيه لحد ما بيشيله وبيرميه على باقي أصحابه اللي ساعتها بيتضايقوا من استقلال إنسكا بيهم، وبيطلعوا كلهم يهجموا عليه بكل قوتهم علشان يردوا اعتبارهم. لكن إنسكا مش بيدي فرصة لولا واحد فيهم، وبيفضل يستعرض مهاراته عليهم وبيضربهم كلهم بكل سهولة. بعد القتال إنسكا بيبقى فرحان ومستني المعلم بتاعه يقدم له الوجبة بتاعته، لكن المعلم بعد ما بيلاقيه اتمكن في الكونج فو خلاص بيقرر يمشيه من الدير، لأنه بقى قادر إنه يكسب قوت يوم لوحده من غير أي مساعدات. في الوقت ده بيحزن إنسكا جدا لأنه عمره مواجه الحياة في العالم الخارجي من أول ما كان عيل صغير مرمي قدام الدير، وعلشان كده المعلم بيطلع وراه يوصيه ياخد باله من نفسه ويتحصن بمهاراته من الناس الشريرة اللي هيقابلهم في رحلته الجاية. وبمجرد ما بينزل إنسكا من الجبل وبيوصل للمدينة، كنينة المية بتاعته بتقع في الطريق، فبيجري بسرعة علشان يجيبها، لكن وقتها كان في عربية معدية كده كانت هتخبطه، لولا انه في اخر لحظة بيطير ينط عليها، ومنها بيتعلق على عمدان مرتفعة وبيفضل يتنقل عليهم بمهارة عالية جدا، لدرجة انه بيلفت نظر الناس وكلهم بيقفوا يسقفوا له. عامة في اليوم ده بالليل إنسكا بيدخل يقف جنب مطعم كده وبيتفرج على راجل عجوز وهو قاعد بياكل، لانه كان وقتها جعان جدا. فساعتها الراجل بياخد باله وبيقوم يطلب اوردر تاني وبيمشي من المطعم. واول ما الراجل بيطلع من الباب إنسكا بيطلب منه الفرخة اللي اشتراها علشان جعان، لكن الراجل بيرفض وبيتجاهله تماما، وبيقوم رابط الاوردر بتاعه على العجلة واخدها وماشي. لكن صاحبنا إنسكا ده بيخليه يطمن على الاخر، ومفيش ثواني وبيجري وراه يخطف منه الفرخة وبيجري باقصى سرعته لحد ما بيوصل عند بحيرة في مكان هادي كده، وبيتعلق في حتة خشبة موجودة، وساعتها الراجل ما بيقدرش يوقف العجلة وبيقع في المية. لكن إنسكا بيصعب عليه الراجل وبيقوم رامي الفرخة وناطط وراه علشان ينقذه. لكن بعد كده الراجل بيفضل يلوم نفسه لانه ما اداش الفرخه لإنسكا من الاول بدل البهدله اللي اتبهدلها دي، وبيقعد يعتذر لإنسكا فورا وبيساله عن حكايته. في الوقت ده إنسكا بيعرفه انه يتيم المعلم بتاعه لقاه قدام الدير، خده ورباه وعلمه وسط الايتام اصحابه لحد ما لقاه يقدر يعتمد على نفسه ومشاه. وبعد ما بيخلص الراجل بيقرر ياخد العجله ويمشي، لكن إنسكا بعد ما كل الفرخه بيساله عن مكانه علشان لما يجمع حقها يروح يديهوله. وهنا بقى بيعجب الراجل بإنسكا جدا وبيعرف ان عنده كرامة، فمن اللحظة دي بيقرر انه ياخده يعيش معاه ويشتغل عنده في بيته. لكن إنسكا بيتوهم لما بيروح معاه وبيعرف انه دكتور جراح كبير في المدينة وعنده بيت واسع وكبير جدا، وساعتها الدكتور بيدخله يفرجه على البيت كله. لكن فجأة بيسمع الباب بيخبط، ولما الدكتور بيفتح بيلاقيها مراته الجميلة يوزن اللي كانت جعانة وقتها وبتسأله عن الفرخة بتاعتها. لكن إنسكا بيشيل الإحراج من على الدكتور وبيقول لها إن هو اللي كلها، والدكتور ساعتها بيستغل الفرصة وبيعرفها إنه هيشتغل ويعيش معاهم في البيت. الصراحة يوزن بتكون ست طيبة جدا وبتوافق على طول من غير حتى ما تفكر في الموضوع. ساعتها إنسكا بيقرر يتعلق بالفرصة وبيقضي طول الليل يتدرب، ومن فجر اليوم اللي بعده بيصحى بدري ينظف الصيدلية بتاعة الدكتور، لدرجة إن الدكتور ومراته بينبهروا به جدا. ومن وقتها بيقرروا يعتبروه زي ابنهم وبيخلوه يقعد ياكل معاهم براحته، خصوصا لما بيلاقوه حاسس شوية بالإحراج. المهم بعدها إنسكا بيطلع شغل مع الدكتور في عيادته، وفي الوقت ده في أم كده بتجيب ابنها تعمل له عملية، لكن الطفل بيبقى خايف جدا وبيفضل يعيط. وهنا إنسكا بيستغل مهاراته وبيقعد يتشقلب قدامه ويعمل له حركات بهلوانية علشان الطفل يضحك وما يحسش بالجراحة. وبالفعل لحد ما الدكتور بيخلص العملية الطفل ما بيحسش بحاجة أبدا، وطبعا ساعتها الناس بيعجبوا بإنسكا جدا وبيفضلوا يسقفوا له. ومن ساعة بقى ما إنسكا بيشتغل مع الدكتور وهو بيكسب فلوس كتير جدا، فعلشان كده الدكتور بيطلع مرتب يديهوله، اما الباقي فبياخده معاه يديهم لاخوه الصغير رونج في المحل بتاعه، لانه عارف انه مديون بفلوس كتير جدا. بس رغم كده رونج بيستغل الفرصة انه يقلل من اخوه يستفزه علشان يخليه يبيع البيت بتاع العيلة مقابل خاتم الماظ كان بتاع الامبراطور زمان.
لكن الدكتور بيرفض رفض قطعي وقتها وبياخد منه علبة المنشطات بتاعته وبيمشي. ساعتها إنسكا بيتضايق من طريقة رونج مع الدكتور، ومن شدة غضبه بيمسك سهمين يصوبهم بدقة عالية جدا على اللوحة علشان يقلل منه زي ما كان بيقلل من أخوه الكبير. وبعد كده بيجري ورا الدكتور علشان يطمن عليه، بس وقتها الدكتور بيقوله إن رونج عنده حق وإنه ما بقاش قادر يشتغل تاني علشان كبر في السن، وبيفتكر وقتها إنه عنده زوجة وحياة يعيشها، فعلشان كده بيحكي لإنسكا إنه كان راهب زيه بالظبط، ولما خرج من الدير كان كل همه إنه يقابل واحدة يحبها ويتجوز، لحد ما قابل مراته يوزن وسحرته بجمالها وقرر يتجوزها، وبياخد المنشطات من أخوه علشان يسعدها. في الوقت ده إنسكا بيفضل يضحك عليه ضحك هستيري، وفجأة بيرمي قنينة المية بتاعته في البحر، وبعد كده بيطير يقف عليها برجله، وساعتها بيوعده انه هيعلمه الكونج فو لانها هتخليه يستغنى عن الرغبات زي ما المعلم قال له قبل كده. لكن الدكتور بيتمسك برغباته في اسعاد زوجته وبيسيبه وبيمشي، اما إنسكا بعدها فبيتزحلق وبيقع في المية. اول بقى ما بيجي الليل إنسكا بيسمع صوت الدكتور مع مراته، فبيطلع كده على سلم بكل هدوء يراقبهم، لحد ما فجأة بيلاقي الدكتور بيكشف سر لمراته، وهو انه مخبي دهب كتير جدا ورا المكتبة، وبيعرفها انه مستعد يدفع كل الفلوس اللي اخوه رونج مديون بيها. بس الكارثة بقى ان في اليوم اللي بعده إنسكا بيحضر الاكل وبينادي على الدكتور ويوزن، لكن الدكتور بيعرفه انها راحت تجيب له علبة المنشطات من رونج، فبيروح إنسكا بسرعة علشان ينادي عليها، لكنه بيتصدم صدمة عمره لما بيشوفها بتخون الدكتور مع اخوه. وقتها بيرجع للدكتور مصدوم وحزين، لكنه ما بيقدرش يصارحه باللي شافه علشان ما يكسرش قلبه. لكن بعدها بيدخل يواجه يوزن انه شافها مع رونج، بس هي ساعتها بتفاجئه ان رونج يبقى حب حياتها، وبعد كده بتروح لرونج تعرفه ان إنسكا شافهم، لكن رونج بيتجاهل الموضوع وبيفضل يعيط لانه لو ما دفعش الفلوس اللي عليه هيتسجن. لكن وقتها يوزن بتواسيه وبتطمنه انها هتجيب له فلوس من اخوه وتنقذه. ساعتها بقى رونج بيستنى لحد ما يوزن بتقرر تمشي، وبيديها حبايه منشطه كده علشان تديها لاخوه. المهم في نفس اليوم بالليل يوزن بتبقى عاوزه تسرق فلوس توديها الرونج، لكنها ساعتها بتتصدم بجوزها واقف وراها، فبتفتكر ان إنسكا صارحه بالحقيقه، وعلى طول بتقرر تلبس رونج الليله كلها. فبتبدا تقول له بقى انه بيطاردها بقاله فتره، لكنها عنفته وقالت له انها مش هتقدر تقابله تاني احتراما ليه يعني. لكن بعدها بثواني من صدمه الدكتور في اخوه قلبه ما بيقدرش يستحمل الصدمة وبيموت في الحال. ساعتها إنسكا بيحزن جدا وبيفضل يفتكر ذكرياتهم مع بعض، وقد ايه الدكتور كان لطيف معاه وكان بيعامله بطريقه كويسه. لكن الصدمه بعد كده انه اكتشف ان موت الدكتور كان بسبب الحبايه اللي رونج اداها ليوزن، وهنا إنسكا بيعرف ان هما الاتنين متفقين يخلصوا على الدكتور ويسرقوا فلوسه. وبالفعل بعد كام يوم رونج بيجي ينادي على يوزن علشان ياخدها يقعدوا في مطعم على البحر، فساعتها إنسكا بيقرر انه يتدخل ويمنعهم لان فتره الحداد على الدكتور لسه ما انتهتش. لكن رونج بيضربه بالقلم ويوزن بتشد ايديها منه بالعافيه وبتخرج. المهم بعدها وهم قاعدين في المطعم البحري ده يوزن بتواجه رونج ان هو اللي قتل اخوه بالحبايه اللي قال لها تديها له، لكن بكل هدوء وبرود رونج بيقول لها انهم بقى معاهم فلوس كتير دلوقتي يستمتعوا بيها مع بعض، وبيقوم علشان يتهجم عليها. بس يوزن بتفضل تقاوم لحد ما بيتفاجئوا هما الاتنين ان المركب اتخرمت والميه بدأت تدخلها من كل اتجاه، فبتجري يوزن وقتها على الباب بسرعة، لكن بتتصدم لما بتلاقيه مقفول بالقفل ومفيش ثواني والمطعم بيغرق بيهم. لكن بنكتشف وقتها ان إنسكا هو اللي خرم المركب وقفل عليهم بالقفل علشان ينتقم من اللي عملوه في الدكتور. بس بيطلع من المية وقتها وبيجري بأقصى سرعة على الدير وبيقعد يطلب السماح والمغفرة، لحد ما فجأة بيلاقي رئيس الدير وراه وبيعرض عليه المساعدة، لكن إنسكا بيتجاهله تماما وبيبقى عاوز يمشي. لكن رئيس الدير لما بيشوف هدوم المبلولة بيعرف ان ليه يد في قتل يوزن ورونج. ساعتها إنسكا بيدافع عن نفسه وبيقول انه كان بينتقم للدكتور منهم، لكن رئيس الدير بيقول انه بقى مجرم زيهم خلاص ولازم ينال عقابه. هنا بقى رئيس الدير بيقعده في الارض وبيفضل يجلده بالكرباج على ظهره علشان يعني يشيل الذنب من عليه. المهم بعدها بفتره بنلاقي إنسكا عايش في بيت الدكتور وقافل الباب عليه، لكن فجأة بيلاقي واحد اخترق الباب من غير ما يفتحه وبيخبط على ظهره يصحيه. ساعتها بيتصدم إنسكا من طريقة دخول الشخص ده للصيدليه، لكن الشخص ده بيعرفه ان مهارات الكونج فو بتاعته بتمكنه من اختراق الجدران بسهوله،
وعلشان يثبت له كلامه بيبدأ يستحضر قوته وبيفتت التماثيل المحطوطة في حوض السمك من غير حتى ما يقرب منه. هنا بقى إينيسكا بينبهر بمهارات الشاب ده وبيقرر يديله الطلب بتاعه ببلاش، خصوصا لما بيلاقيه عاوز نبيذ طبي لعيد ميلاد المعلم بتاعه بياخده له معاه علشان يقتله زي ما المعلم طلب، والنبيذ بس واخده معاه علشان يثبت ولاءه. ساعتها إينيسكا بيديله النبيذ وبيطلع من الباب الخلفي يمشي وراه لحد ما بيوصل لملعب الباسكت اللي الشاب هيقابل فيه معلمه اللي بيكون اسمه كوزي. بيبدأ بقى يراقب من بعيد التلميذ وهو بيقدم النبيذ لكوزي ده اللي ساعتها قرر يبدأ القتال بدري. بيطير الإزازة وبيوجه له ضربات سريعة جدا في وشه، وبعد كده بيضربه رجل بيرزعه في صندوق الكرات، وبيوجه الإزازة على دماغه بكل قوة، لكن التلميذ بيتفاداها على آخر لحظة. ورغم اللي حصل ده إلا إن التلميذ بيظل محتفظ باحترامه لمعلمه وما بيرضاش نهائي يهجم عليه، لكن كوزي بيضايقه أكتر وبيرمي إزازة الكحول في الأرض علشان تتكسر. في الوقت ده التلميذ بيغضب وبينقض على كوزي بكل قوته وبيبدأ يوجه له ضربات في منتهى القوة، وبعد كده بيضربه رجل قوية جدا بيبعده عنه مسافة كبيرة، لكن وقتها كوزي بيفضل يتنطط حواليه لحد ما بيوقعه على الأرض، ومن بعدها بيدوس على صدره بكل قوته، لكن برضه التلميذ بيضربه رجل بيبعده بسرعة. ساعتها كوزي بقى بيطلع فوق السلة علشان يستفزه، وبالفعل التلميذ بيتضايق من استقلال كوزي بيه وبيطلع يقتله فوق على سلك في الهواء، واللي بيساعده على الثبات وقتها قوته ومرونة جسمه. أما كوزي الماكر فبيمثل إنه هيقع من على السلك علشان تلميذه بسرعة يمسكه يطلعه تاني، بس هو وقتها بيستغل الفرصة وبيوجه له رجل قوية بيوقعه في الأرض، وبينزل فوقه بقبضات قوية وشرسة على الآخر علشان يجبره على الاستسلام، لحد ما في الآخر بيخلي وشه كله يجيب دم، وساعتها بس كوزي بيقرر يسيبه ويمشي. لكن وقتها تلميذه بيفاجئه انه اتعلم منه اسلوب الكونج فو الخاص بيه، وبيقدر يتحكم في كل كرات السلة اللي موجودة بإشارة واحدة من ايده، وبيوجههم كلهم عليه يقطع بيه السلك اللي حوالين الملعب. وقتها كوزي بيقوم وهو فخور جدا بتلميذه وبيقول له ان اسلوبه ده هيبقى امانة في ايده يستغله في الخير بس، فبيوعده التلميذ وقتها انه هيبقى امين. لكن للاسف بعدها بثواني كوزي الغدار بيطعنه من ظهره بالسلاح اللي في الشمسيه بتاعته وبيخلص عليه، لانه وقتها حس بالخطر بعد ما عرف انه اتعلم اسلوبه من وراه. وطبعا كوزي مش عاوز حد من تلاميذه يبقى اقوى من ابنه الوحيد، وكل ده بيحصل وإينيسكا بيشوف كل حاجه وكان مصدوم على الاخر. المهم في اليوم اللي بعده إينيسكا بيدخل عليه شاب معاه حيوان عاوز يطبخه، وبيطلب من إينيسكا انه يستخدم البوتاجاز من عنده، وساعتها بيتصاحبوا على بعض وبيطبخوا الاكل، وبيقرروا كمان انهم يقعدوا ياكلوا سوا. لكن اللي إينيسكا ما يعرفوش ان الشاب ده حاطط ماده مخدره غريبه في الاكل، واللي اول ما بياكل منه وشه بيتشوه وبيفضل يتخيل حاجات غريبه، والاهم انه بيخليه صريح جدا. هنا بقى بنعرف ان الشاب ده يبقى ابن كوزي، وجاي يسأل إينيسكا عن صاحبه تلميذ كوزي ده، وساعتها إينيسكا بيفاجئوا انه معلمه قتله بالسلاح اللي في الشمسيه لكنه ما قدرش يشوف وشه، فبيتصدم وقتها ابن كوزي وبياكل من الطبق علشان يتخدر زيه زي إينيسكا. وفي الوقت ده بقى إينيسكا بيتخيل ان يوزن لسه عايشه وكان عاوز يخلص عليها لكنها بتتبخر من قدامه. المهم بعدها بيجتمع هو وابن كوزي علشان الشر اللي جواهم يطلع مره واحده، وبيتفقوا انهم يسرقوا فلوس التبرعات من الدير ويستمتعوا بيها، فبيروحوا فورا يضربوا باب الدير بالرجل وبيدخلوا علشان يسرقوه. لكن ساعتها بيتفاجئوا براجل بسيط كده كان قاعد ياكل وبيطلب منهم يقفلوا الباب علشان الدبان ما يدخلش. في الوقت ده ابن كوزي بيستقل بيه وبيقفل الباب وهو حاطط في دماغه انه هيضربه بسهولة، لكن فجأة بيلاقي الراجل ده بيقضي على الدبان بظهر المقشة من غير حتى ما يلمسها، فبيستقل ابن كوزي وقتها بقوة الراجل ده وبيروح يهجم عليه، لكن ساعتها بيتفاجأ من العلامة اللي على ايده وبيتصدم اكتر لما الراجل بيوجه له ضربات في منتهى القوة. بس المبهر في الموضوع بيكون سرعته الكبيرة في الحركة. هنا بقى إينيسكا وابن كوزي بيجروا على الصندوق بسرعة، لكن الراجل بيمسكهم من دماغهم يلف بيهم بكل قوته ومرة واحدة بيرزعهم في الجدار. في الوقت ده الاتنين بيقوموا يجروا بسرعة، وابن كوزي لما شاف الوشم اللي على ايده ده عرف انهم حتى لو 10 رجالة مش هيقدروا عليه، وعلشان كده بيقرر يمشي بسرعة. اما إينيسكا فبيكون خلاص قرب يفوق، فعلشان كده بيقرر انه يدخل يعتذر للراجل ويعرفه انه كان متخدر، وبيطلب منه انه يبقى تلميذ عنده. لكن الراجل بيرفض علشان عاوز يخلي حياته هادية من غير مشاكل زي ما هي، خصوصا بعد ما بيعرف ان صاحبه ده يبقى ابن كوزي. المهم في اليوم اللي بعده صاحب إينيسكا بيروح لابوه يعرفه بالعلامة اللي شافها،
فساعتها كوزي بيشاور له على صورة الراجل اللي بيكون اسمه تشو، وهنا بنعرف انهم كانوا صحاب زمان وبيتدربوا في نفس المدرسة بتاعة ابو كوزي. وما فيش ثواني وبيسمعوا الباب بيخبط، فبيجري كوزي وابنه على الباب، لكن وقتها بيلاقوا انيسكا جاي يطمن على صاحبه، بس ابن كوزي بيمشيه بسرعة وبيقفل الباب. بعدها كوزي بيعرف من ابنه ان انيسكا يبقى الراهب اللي في الصيدلية، وبيعرفه انه شافه وهو بيقتل صاحبه، لكن ساعتها كوزي بيبرر جريمته ان تلميذه ده خاين وسرق الاسلوب بتاعه وكان لازم يقتله علشان يحافظ على الارث بتاعه لابنه. المهم في اليوم اللي بعده انيسكا بيلم حاجته علشان يمشي من بيت الدكتور، بس قبل ما يمشي بيتخيله قدامه وبيشكره على كل حاجة عملها علشانه من يوم ما قابله. بعدها على طول بيروح لتشو يترجاه يبقى التلميذ بتاعه، وعلشان يثبت له ولاءه بياخد منه المقشة وبيفضل ينظف المكان كله لحد ما بيخلص. وقتها بقى تشو بيسحب المقشة منه بطريقة خرافية وبيفضل يستعرض ويعمل حركات غريبة ومجنونة كده، وطبعا انيسكا كان مبهور على الاخر من اللي شايفه. لكن فجأة تشو بيطير في الهواء وبيوقع عليه اوراق شجر باعداد مهولة بيملى المكان كله، وبعد كده بيديله المقشة علشان ينظف تاني. في الوقت ده بقى بتدخل عليه بنت جميلة جدا وبتقوله انه منقذها، فبيستغرب جدا من كلامها بس بيقرر يتجاهلها، لكنها بتعرفه ان نفسها تخلف والاسطوره بتقول انها هتقابل منقذها هنا. من اللحظه دي بقى البنت بتخطف قلب انيسكا بجمالها وشقاوتها، لدرجه انه بيروح لرئيس الدير نفسه ويطلب منه يحرر روحها ويخليها تخلف زي ما هي عاوزه. فبيعرفه وقتها ان في اوضه تحت الدير وبيسمح له انه ياخدها ينزلها تحت. هناك بقى البنت بتقرر تشكره بطريقتها، لكن قبل ما تمشي بتعرفه انها مش هتعرف تقابله تاني ولو حتى صدفة، علشان يعني ما يحصلش مشاكل مع عيلتها. المهم بعدها انيسكا بيروح للمعلم تشو يحكي له اللي حصل مع البنت، فبيعرفه وقتها تشو انه عمل دوره في مساعدتها، ولو مقدر ليه انه يقابلها تاني محدش هيقدر يفرقهم. في الوقت ده بقى انيسكا بيستغرب من حكمة تشو وبيسأله عن سبب اختبائه هنا، لكن تشو بيعرفه انه بيمارس تمارين الكونج فو عن طريق الكنس، لان الكونج فو موجود في كل تصرفاتهم وحركاتهم اليومية. اما بالنسبة لموضوع قعدته هنا فبيكون مستني واحد يسلمه الامانة بتاعته. في الناحية التانية بقى بنشوف كوزي بيحلق دقنه، واول ما بيبص في المراية وبيشوف شكله بيفتكر اليوم اللي ابوه كان بيبلغ وصيته فيه وتسليم اسلوب القرد سترايك بتاعه للوريث الشرعي. ساعتها كوزي بيفرح جدا وبيجري على ابوه، لكن ابوه بيصدمه انه هيسلم سر الاسلوب لتشو احسن واحد في طلابه بما فيهم ابنه كوزي. ومن هنا بقى الغل اترسخ في قلب كوزي تجاه تشو، وبعد موت ابوه على طول قرر انه يقتله قدام اصحابه وبيطلع سيفه علشان يخلص عليه، بس تشو بياخد باله على اخر لحظة وبيفضل يتفادى ضرباته لحد ما في النهاية بيضربه رجل قوية جدا بيبعده عنه، وقبل ما كوزي يوقعه من على عمود بيتدارك الموقف بسرعة وبيهرب من المدرسة. اما في الوقت الحالي بقى بنلاقي كوزي في قمة غضبه وبيفضل يكسر في المراية اللي بيشوف فيها حقيقته، لكن بعد ما بيهدى شوية بيطلع تمن المراية بيرميه على الأرض وبيمشي. في نفس اليوم بالليل تشو بيتفاجأ بكوزي داخل عليه الدير، واللي طبعا جاي له بعده فراق سنين طويلة، وكان جاي يسأله عن سر الأسلوب بتاع أبوه. فبيديله تشو وقتها كتاب بيعرفه انه كتب كل حاجة تخص الأسلوب على مدار 10 سنين اتعلمها، لكن كوزي بمجرد ما بيفتح الكتاب بيعرف ان تشو بيكذب عليه فبيرميه في النار. بس ساعتها انيسكا بيجري بسرعة يلحق الكتاب، لكن كوزي بيوجه له ضربة قوية بيطيره في الهواء، بس لحسن حظه يعني ان تشو بيلحقه قبل ما يقع. بعدها تشو بيحاول يمنع قتاله مع كوزي وبيعتذر له عن اللي حصل زمان، لكن كوزي بيصمم ان الصقر اللي بينهم لازم ينتهي دلوقتي. ففي اللحظة دي تشو بينقض عليه برجل قوية بيكسر بيه الباب، لكن الرد بيجي من كوزي سريع وبيدفعه بكل قوته، وساعتها الاتنين بيقفوا فوق المحرقة وبيتقتلوا بكل قوة لدرجة انهم بيتحكموا في جزيئات النار الصغيرة. وهنا تشو بيوقع كوزي بكل قوته، لكن كوزي بيتصرف بسرعة وبيكسر الجدار برجله وبيوجه الحجارة على تشو، اللي وقتها بيلحق نفسه وبينط من الشباك وبيعلق رجله على خشبة عالية. في الوقت ده كوزي بيشوفه وبيحاول ينقض عليه تاني، لكن تشو بيتفادى ضربته وبتدور بعدها بينهم معركة شرسة جدا بيستخدم فيها كوزي كل مهاراته القتالية، وكمان بيتحكم في عمود خشبي كده وبيرشقه في بطن تشو، لكنه وقتها بيتحمل الألم وبكل قوته بيرمي العمود على كوزي اللي وقتها بيجري بسرعة يطلع من الأوضة، لكنه ساعتها بيتفاجأ بإنيسكا بيكسر صندوق على دماغه. لكن للأسف كوزي مش بيتأثر وبيمسك إنيسكا ياكله علقة موت بالمعنى الحرفي،
في حين ان تشو بيفضل مكانه وبيستحضر كل قوته ومهارة الإيرد سترايك. وقبل ما كوزي يخلص على إنسكا بيخرج تشو بسرعة جبارة وبينقذه على آخر لحظة. وقتها بقى كوزي بياخد الشمسية بتاعته وبيقرر يمشي علشان يبين لهم بس انه خايف من تشو. لكن الصدمة بقى انه بيقف ورا الباب وبيستخدم اسلوبه الخاص يكسر بيه تمثال ضخم وبيوجه الحجارة بسرعة جدا عليهم. لكن طبعا تشو بيتدارك الموقف بسرعة خرافية وبيمسك المقشة يجمع بيها عدد مهول من اوراق الشجر. بعدها بقى كوزي بيفتح الباب علشان يشوف نتيجة الهجوم ده، لكن بيتصدم ان تشو بينقض عليه وبيسحبه بالمقشة من هدومه، فبيطلع سيفه بسرعة وبيفضل يقاتل قدامه. لكن تشو بيفاجئه وبيعمل له جروح صعبة وكتير في جسمه رغم ان كوزي بيقدر يقطع اطراف المقشة بالسيف. هنا بقى كوزي بيغضب وبيقرر يستخدم كل قوته في الهجوم، لكن تشو فورا بيفاجئه وبيطير في الهواء وبيرجع يتحكم في المية اللي موجودة في النافورة وبيوجهها ناحية كوزي. لكن للأسف كوزي بيوجه كل قوته من الناحية التانية، وساعتها هما الاتنين بيتضرروا ضرر كبير جدا، فعلشان كده بيقرروا ينهوا القتال فورا. المهم بعدها إنسكا بيجري على تشو وبيصر عليه انه يعلمه الاسلوب بتاعه، وبالفعل تشو بيوافق، لكن بعد ما بيخليه يوعده انهم مش هيفرقوا بعض ولا الغضب والكراهية يتمكنوا منه. اما على الناحية التانية بقى كوزي بيرجع البيت كل جسمه متشرح، بس رغم كده بيخاطر بحياة ابنه وبيقوله ياخد المسدس من الدرج بتاعه ويروح يخلص على تشو. في نفس الوقت ده تشو بيبقى قاعد مع إنسكا بيحكي له انه بعد ما هرب من المدرسة زمان راح هو وواحد صاحبه يتدربوا فوق الجبل لسنوات طويلة. شافوا في السنين دي كل أشكال الحياة لدرجة انهم بعد فترة تعبوا وقرروا يمشوا، لكن في يوم الجو بيبقى فيه قارس جدا والسما بتنزل عليهم مطر وبرق ورعد، ووقتها أدركوا سر أسلوب القرد سترايك وازاي يتحكموا في أي حاجة من الطبيعة زي مثلا تحريك الصخور أو الطيران زي الطيور. المهم بعد كده تشو بيلاقي الوقت اتأخر فبيخلي إنسكا يدخل ينام، لكن قبل ما يدخل إنسكا بيطلع الكتاب اللي كان كوزي عاوز يحرقه وبيديهوله، بس للأسف في الطريق ابن كوزي بيطلع مسدسه وبيضربه بالنار. بس الغريب وقتها ان تشو رغم انه شافه الا انه رفض يعترف على اسمه، وساعتها وهو بيلفظ اخر انفاسه بيوصي إنسكا انه يوصله لواحد اسمه تشاو. بعدها على طول تشو بيفارق الحياة، لكن إنسكا بيشيله على ظهره وبيروح لرئيس الدير اللي بيتجاهله تماما اثناء ما بيكونوا الراهبين بيفطروا. لكن إنسكا بيغضب جدا وبيفضل يزعق له وبيطلب مساعدته، فساعتها بيأمره رئيس الدير ياخد الجثة ويستناه فوق. اول بقى ما رئيس الدير بيطلع له وبيعرف ان تشو رافض الانتقام بيمسك اناء ميه كده يرميه في وشه، وساعتها طبعا إنسكا بيغضب جدا، لكن رئيس الدير بيعرفه انه كده بيستنسخ روحه وبيخليه وقتها يشوف صاحب عمره تشاو لاخر مره. وهنا بنلاقي تشو في قمه سعادته قبل ما يفارق الحياه للابد. بعدها إنسكا بيعرف ان تشاو شغال في سيرك بيعمل عروض باستخدام مهاراته القتاليه، فبيروح لحد عنده يتفرج على العرض، لكن بعد ما بيخلص بيفاجئه بخبر موت تشو. ساعتها بيغضب جدا وبيروح معاه البيت، وهنا تشاو بيسأل إنسكا عن هويته فبيعرفه انه كان التلميذ بتاع تشو. فساعتها تشاو بيمسكه ويضربه بقوة لانه عارف ان تشو ما كانش عنده تلاميذ، لكن بيصدق لما إنسكا بيقوله الوعد اللي كان بينه وبين تشو، وبيحكي له كمان ان تشو كان نفسه يشوفه جدا قبل ما يموت، وكان في قمة فرحه لما روحه شافت صورته والابتسامة ما فرقتش وشه لحظة موته. ساعتها بيتأثر تشاو وبيقرر يحكي لإنسكا انه اتقابل مع تشو وقت انضمامهم هما الاتنين للجيش، وفي اليوم ده حصل عليهم هجوم غاشم بالقنابل لدرجة ان اصحابهم كلهم ماتوا، لكنهم قدروا يهربوا بأعجوبة. ومن وقتها لحد ما قدروا يتعلموا اسلوب القرد سترايك وهم عايشين مع بعض فوق الجبل وبيتدربوا مع بعض دايما. في الوقت الحالي بقى تشاو بيسألوا عن القاتل فبيعرفوا ان تشو مرضاش يعترف عليه، لكن قبل ما يموت كان كوزي بيقتله هنا. ساعتها تشاو بقى بيقرر يوقف العرض بتاعه وياخد اجازة لحد ما ينتقم لصاحبه، لكن في نفس اليوم ضابط شرطة فاسد كده كان عامل عيد ميلاد مراته في المسرح وكان عاوز من تشاو يعمل العرض بتاعه بأي طريقة، لكن لما تشاو بيرفض الضابط بيؤمر واحد من العساكر يهجم عليه، لكن تشاو بياخد منه العصاية السحرية بتاعته وبيضربه رجل قوية يطيره. لكن بعدها تشاو لما بيخرج بيلاقي عدد مهول من العساكر محاوطينه من كل الجهات، فساعتها بيبدأ يضرب فيهم واحد ورا التاني، لكن فجأة بيطير في الهوا وبيقف فوق المبنى لحد ما بيلاقي الضابط واقف وسطهم، فبينقض عليه يوقع منه السلاح وبيقلل منه. بعدها على طول بينقض على العساكر يكسر عظم وشهم بكل قوته،
وبيرمي بعد كده في جثثهم من فوق المبنى، وفجأة بيطير من فوق المباني كلها وبينقض على الضابط اللي بيوجه طلقاته عليه فورا، لكن تشاو بيتفادى الرصاص بسرعة خرافية وبيضرب بعد كده الضابط يدخله في عشة الفراخ. ساعتها بقى تشاو بيقدر يضغط على الضابط وبيخليه يقبض على كوزي، وتاني يوم بيروح له مخصوص علشان يخلي كوزي يعترف بجريمته. وقتها الضابط بيجيبه لحد عنده لكن ما بيرضاش يخليه يتكلم غير لما بيخلي تشاو يركع قدامه ويعتذر له، بس وقتها تشاو بيضحك عليه وبيسيبه وبيمشي. لكن قبل ما يمشي الضابط بيبص له من الشباك وبيعرفه انه يستناه في الغابة ومعاه كوزي، فبيوافق وقتها تشاو لكنه ما يعرفش ان الضابط متفق مع كوزي علشان يخلصوا عليه. المهم في الليل تشاو بياخد انيسكا وبيروح للكهف اللي كان بيقعد فيه هو وتشو، وبيفتكر ساعتها اخر لقاء ليهم مع بعض، وساعتها الغضب بيولع في قلب تشاو وبيولع في سيفه كإسقاط منه على الانتقام لصاحبه. المهم تاني يوم بيروحوا على المكان، بيلاقوا وقتها رجالة كوزي من ناحية وعساكر الضباط من ناحية تانية بيهجموا عليهم، فبيدخلوا معاهم في معركة شرسة وبيبدأوا يقضوا عليهم واحد ورا التاني. لكن وقتها مساعد كوزي بيستخدم الأسلوب الخاص بيهم وبيتدخل واحد تاني ضخم كده يكتف تشاو، وساعتها المساعد بيقدر يجرحه بالحربة في دراعه. وطبعا تشاو بيغضب جدا وقتها وبيستخدم طاقته كلها علشان يطيرهم كلهم، وبسرعة خرافية بيفضل يضرب المساعد في وشه من كل الاتجاهات لدرجة ان المساعد وزمايله كلهم بيطلعوا يجروا من شدة الخوف. وبعدها على طول تشاو بيروح يخبط على باب العربية اللي كوزي وابنه قاعدين فيها، فبيضطر وقتها كوزي انه ينزل يقتله، لكن للأسف مساعد كوزي بيكون مستخبي على الشجرة ومحدش واخد باله منه. ساعتها بقى كوزي بيستغل الفرصة وبيطلب من تشاو انهم يتقتلوا ذهنيا، وبالفعل تشاو بيوافق وبيهجم عليه في العالم الآخر بكل غضب، وبيفضل يتحرك حواليه بسرعة البرق وبيوجه له ضربات قوية. لكن كوزي بيفاجئه انه خبيث حتى في احلامه، وبيطلع ساعتها سيفه اللي كان مخبيه وبينقض عليه زي الغول، لكن برضه مع ذلك تشاو بيقدر يمسكه برجله وبيبعده عنه. وفي اللحظة اللي كوزي بيستعيد توازنه من تاني علشان يهجم عليه، بيكون المساعد بتاعه في الواقع بيجرحه بالحربة في رقبته، وساعتها بقى كوزي بيفكر انه انتصر وبينقض عليه علشان يقتله. لكن تشاو بيفاجئه وقتها وبيطير في الهواء وبيسخر كرات من اللهب عن طريق انعكاس أشعة الشمس وبيوجههم على كوزي وكأنهم طلقات نارية حارقة بتولع فيه، وبعدها بيوجه الحربة بتاعته علشان يخلص عليه. لكن ابن كوزي بيتدخل وقتها وفي ايده المسدس وبيعترف لتشاو ان هو اللي قتل تشو، فبيعفو تشاو وقتها عن كوزي وبيقرر يقتل ابنه. لكن كوزي بسرعة بيمسك الحربة وبيرشقها في قلبه، وقبل ما يموت بيوصي ابنه يبقى تلميذ تشاو علشان يتعلم منه اسلوب القرد سترايك. بس بمجرد ما كوزي بيموت الضابط بيظهر فجأة وبيضرب تشاو طلقة في رجله وبعد كده بيهرب بالعربية، فساعتها انيسكا بيجري وراه بأقصى سرعة لحد ما بيطلع فوق العربية، لكن السواق ساعتها بيدوس فرامل يوقعه، وبعدها بيكمل السواق هروب على طول. لكن ساعتها ابن كوزي هو كمان بينضم لانيسكا وبيطاردوهم، لكن تشاو وقتها بيفاجئهم وبيظهر قدامهم، وقبل ما يدهسوه بالعربية بيرفع العربية بالحربة يطيرهم في الهواء وبيفجر بيهم العربية. وفي النهاية بقى تشاو بيقرر ياخد انيسكا تلميذه وبيطلعوا فوق الجبل يتدربوا مع بعض لحد ما بيجي اليوم اللي انيسكا بيتقن فيه اسلوب القرد سترايك وبيقرر يسخره في حماية الناس. وبيخلص الفيلم على كده. بيبدأ فيلم النهاردة براجل شعره أبيض كده من مدينة اسمها إشفال، الناس هناك بيسموه سكار علشان العلامات والندوب اللي باينة جدا على وشه دي. في اليوم ده سكار بيقف على كوبري وبيبقى ناوي يدخل في خناقة مع واحد من سكان أمسترس، وده كان خيميائي بيعتمد على الفضة في شغله. أما أمسترس دي بلد موحدة بيحكمها نظام جمهوري برلماني. وعامة قبل ما الخناقة تبدأ سكار بيقول إن كل خيميائي بيعادي الإله لازم يتدمر، وبتبدأ الخناقة واللي كانت عنيفة جدا بينهم، بس في الآخر سكار بيقدر يغلبه وبيغرقه في النهر. ومن الطريقة الوحشية اللي سكار بيقتل بيها الراجل دي والكلام اللي قاله كمان قبل الخناقة بتدل إن سكار بيعمل كده انتقاما من الخيميائيين اللي جم أمسترس ودمروا بلده. المشهد بيقطع بعد كده وبنشوف إدوارد إليريك وأخوه الصغير ألفونس وهما بيجروا علشان يلحقوا القطر اللي رايح لسنترال سيتي، علشان إدوارد ناوي يقدم على اختبار الخيميائيين التابعين للدولة. أول بقى ما بيلحقوا القطر بالصدفة بيقابلوا شاب اسمه لينج ياو، كان جاي من بلد كده اسمها زنج، ودي بلد بيحكمها إمبراطور. في البداية لينج ياو بيقول لإدوارد وألفونس إنه جاي يتعلم فنون الخيمياء في أمسترس، لكن وقت ما بيسمعوا كده بيندهشوا جدا منه، خصوصا إنه سافر رحلة طويلة جدا علشان يتعلم، مع إنه بلده زنج أصلا مشهورة بفن تاني اسمه الكهيستري، وده نوع مختلف من الخيمياء بيعتمد أكتر على العلاج وتحضير الإكسير.
بس وش ادوارد بيتقلب في لحظة اول ما لينج ياو بيسأله عن وجود حجر الفلاسفة، وواضح كده ان لينج كان عنده نية انه يحصل على الحجر ده، وكان فاكر ان ادوارد والفونس عندهم معلومات عنه مع انهم بيحاولوا ينكروا الموضوع. بس قبل ما ادوارد يلحق يشرح اي حاجة، القطر اللي راكبينه بيتخطف فجأة على ايد مجموعة من قطاع الطرق، وكانوا ناويين يقتلوا ضابط كبير في الجيش كان راكب معاهم في نفس القطر. انما بقى اللي حصل ان الحرامية دول اتغلبوا بسهولة على ايد حراس لينج ياو، واللي كان واضح كده انهم بيعرفوا يقتلوا كويس جدا. لما ادوارد والفونس بقى بييجوا يخرجوا من عربية القطر، بيلاقوا الحراس بتوع لينج بيقفوا في وشهم، لان لينج كان لسه مصمم يعرف منهم اي حاجة عن حجر الفلاسفة. بس بما ان ادوارد والفونس ما كانوش ناويين يتكلموا، بتبدأ خناقة قوية بينهم وبين الحراس. الفونس فيها بيقدر يغلب واحد منهم وبيشيل القناع من على وشه، لكن ادوارد بيتزنق شوية قدام التاني، خصوصا ان الحراس ما عندهمش مانع يستخدموا القنابل وسط القتال. لكن برغم كده ادوارد بيزنق الحارس المقنع ده وبيكمل معاه الخناقة جوه القطر، واللي لما ما قدرش يستحمل اكتر من كده بيشن هجوم قوي وبيقدر في الاخر يشيل القناع من عليه هو كمان. لكن ساعتها بقى بتظهر المفاجأة، الحارس اللي كان بيقتله ده طلعت بنت اسمها لان فان، وساعتها ادوارد اول ما بيشوفها بيوقف الهجوم فورا، بس لان لان فان بتستغل لحظة التردد اللي جات له بتحدف عليه قنبلة، وادوارد بيبقى هيفلت من القطر بالعافية. بس في اخر لحظة ادوارد بيتنقز على ايد الكابتن هيوز اللي بيبتسم له وبيهزر معاه علشان ساب نفسه مكشوف كده. انما فجأة ادوارد بيلاحظ ان هيوز ده المفروض انه مات من زمان، فوقتها بيفهم ان اللي قدامه مش هو، وفعلا الشخص ده بيكشف عن حقيقته وبيطلع انفي واحد من الهامون كيولوس. انفي بقى ساعتها بيقول له انه انقذه لانه واحد من التضحيات البشرية المهمة جدا بالنسبة لهم، ومش هيسيبوه يموت قبل ما يحقق الدور المطلوب منه في خطتهم الكبيرة. لينج ياو بقى أول ما بيفهم إن إنفي مش إنسان عادي، بيفهم ساعتها إنه بيعيش بقوة حجر الفلاسفة، فبيأمر حراسه إنهم يمسكوه علشان يعرفوا سر الخلود اللي عنده. وعامة بعد كده ادوارد والفونس بيرجعوا جوه القطر بسرعة وبيكتفوا قطاع الطرق، وساعتها بقى بيكشف واحد من الحرامية إنهم كانوا ناويين ياخدوا ضابط من الجيش رهينة علشان يطالبوا بالإفراج عن زمايلهم اللي اتمسكوا من فترة. وكمان واحد منهم بيعترف انه فجر فرامل القطر وكان مخطط انه يبوظه ويوصله لمحطة سنترال سيتي وهو خارج عن السيطرة علشان يقتلوا كل اللي عليه. اول بقى ما ادوارد والفونس بيعرفوا بخطة الحرامية، بيجروا بسرعة على عربية السواق علشان يدوروا على طريقة يوقفوا بيها القطر، بس للأسف واحد من الحرامية بيزقهم وبيوقعهم منه. ساعتها القطر كان خلاص قرب يوصل لمحطة سنترال سيتي واللي المفروض دي المحطة الأخيرة، فإدوارد بيجمع كل طاقته كخيميائي وبيستخدمها علشان يوقف القطر قبل ما تحصل كارثة، وبالفعل بيقدر يوقفه من غير ما حد يتصاب. والجنود العسكريين بيوصلوا في اللحظة دي وبيقبضوا على الحرامية، وكان اللي بيقود الجنود دول هو العقيد روي موستانج، وكان معاه مساعدته المخلصة الملازم ريزا. المفاجأة بقى إن الضابط اللي الحرامية كانوا ناويين يقتلوه ده طلع هو نفسه كينج برادلي اللي هو قائد دولة أمستريس. المهم بعد ما بيرجعوا لمقر الجيش، موستانج بيبلغ ادوارد والفونس عن سلسلة جرائم قتل بتحصل والمستهدف فيها هم أقوى الخيميائيين في البلد، وبيشرح لهم ان القاتل الناس بيسموه سكار علشان عنده علامة كبيرة كده في دماغه. وبما انهم لسه ما مسكوش القاتل، موستانج بيأمر كام جندي كده انهم يفضلوا مع ادوارد والفونس علشان يحموهم، لكن ادوارد ما بيعجبوش الوضع ده، فبيقول لاخوه يهربوا من المراقبة، وفعلا بيزوغوا من العساكر وبيتمشوا في المدينة. بس وهم ماشيين بيصادفوا بنت صغيرة كده اسمها ماي تشانج، وكان معاها بنت صغيرة جدا اسمها شياو مي، ودي برضو جاية من زنج زي لينج ياو بالظبط. وبنفهم برضو ان ماي زي لينج بالظبط جاية أمسترس علشان تدور على حجر الفلاسفة لانها كمان نفسها توصل للخلود. والغريب بقى بعد كده انها بدل ما تشكره على انه اكلها غدا محترم، ماي بتتريق على ادوارد فبيتنرفز جدا وبيجري وراها. بس ماي بتجري وبتزوغ على طول اول ما بتحس انه اتعصب، لكن اثناء ما ادوارد والفونس بيجروا وراها بيلاقوا قدامهم سكار اللي كان عارف عن ادوارد من زمان، وبيسميه كمان الخيمياء المعدني بالكامل، وطبعا زي غيره بالظبط كان ناوي يقتله هو كمان. لكن اول ما ادوارد بيفهم ان هو واخوه مش هيقدروا يهزموا سكار لوحدهم، بيقولوا انهم لازم يهربوا بسرعة وينقذوا نفسهم، بس سكار بيلاحقهم بسرعة فبيضطروا بقى يدخلوا معاه في خناقة وجها لوجه. لكن بفضل قوته المرعبة سكار بيقدر يقلب الفونس على ظهره وبيكسر دراع ادوارد المعدني. ولما خلاص بيكون هيقتله، موستانج ومعاه رجالة كده بيوصلوا في اللحظة المناسبة وبيوقفوه قبل ما ينفذ ضربته، بس لان الجو وقتها كان ممطر، موستانج
موستانج ما قدرش يستخدم خيمياء النار بتاعته، فبيقرر يسيب المواجهة لأليكس، واحد من ضباطه واللي بيجمع بين مهارات الخيمياء والقوة البدنية الرهيبة. وفعلا مع مساعدة الملازم هوك آي والملازم هافوك، أرمسترونج بيقدر يضغط على سكار وبيخليه محاصر لحد ما سكار بيقرر يهرب علشان ينقذ نفسه. المهم بعدها موستانج بيحكي لإدوارد وألفونس عن الحرب الأهلية اللي حصلت زمان في إشفال. قبل الحرب دي كانت دايما بتحصل مشاكل بين شعب إشفال وحكومة أمسترس بسبب اختلافات كبيرة في الثقافة والدين، لأن أهل إشفال كانوا بيؤمنوا إن قوتهم بتيجي من إله اسمه إشفارا. وقتها موستانج بيظن إن سكار بيحاول ينتقم من أمسترس علشان المعاناة اللي شعبه عاشها وقت الحرب، واللي وقتها الجيش بتاع أمسترس دمروا مدن كاملة، ده غير إنهم قتلوا عدد كبير من أهل إشفال. وكان وقتها الخيميائيين اللي في الجيش بيشتغلوا كسلاح حربي، فبقى طبيعي جدا إن الناجين من الحرب زي سكار يكرهوهم ويبقوا عاوزين ينتقموا. المهم في الوقت ده سكار بيكون ماشي في نفق كده تحت الأرض، وهناك بيقابل إنفي وجلاتني اللي كانوا ناويين يقتلوه. بس في نفس اللحظة لينج ياو ومعاه حراسة بيوصلوا بعد ما كانوا متتبعين إنفي، وخلاص وقتها لما المواجهة كانت هتبدأ سكار بيفجر المكان متعمد، وده بيخلي الكل يهرب ويسيبه وبتفشل المواجهة. المهم تاني يوم إدوارد بيوصل لبلدة ريزنبول، بيزور وقتها ورشة روكبيل أوتميل اللي بتديرها بيانكو جدة وينري. إدوارد بقى كان رايح علشان يصلح دراعه المعدني وكمان درع ألفونس اللي اتدمر بسبب هجوم سكار. أثناء بقى ما وينري بتجهز العدة وبتشتغل على تصليح الدراع، إدوارد بيقرر يروح يزور قبر والدته لأنه كان قريب من المكان، لكن هناك بيتفاجئ لما بيلاقي أبوه فان واقف عند القبر. فساعتها بتحصل خناقة بينهم، خصوصا لأن إدوارد كان لسه شايل من أبوه لأنه ساب العيلة ومشى من غير سبب، وساب الأم لوحدها تشقى وتتعب علشان تربيه هو وأخوه ألفونس. في مكان تاني كده سكار بيتنقز على ايد ماي تشانج اللي بتاخده على قرية صغيرة كده بره المدينة، والقرية دي بيكون عايش فيها ناس من إشفال وكلهم ناجين من الحرب اللي دمرت بلادهم. وهناك سكار بيقابل معلمه القديم واللي بينصحه يوقف طريق الانتقام اللي ماشي فيه ده، خصوصا انه بينتقم من خيميائيين ما كانوش ليهم علاقة بالحرب، وده معناه ان سكار قتل ناس ابرياء ملهمش ذنب. ساعتها سكار بيفضل ساكت بعد كلام معلمه ده، وبيبان عليه وقتها فعلا انه بدأ يفكر في كلامه، وحتى لو كان جواه لسه غليان من الكره والغضب. في الوقت ده ادوارد بيسمع بالصدفة ابوه هيونهايم وهو بيتكلم مع بيانكو، وكانوا بيذكروا اسم زيركس اللي كانت مملكة قديمة كده واتدمرت بالكامل في ليلة واحدة. هيونهايم ساعتها بيحذر بيانكو وبيقول لها ان امسترس هتواجه نفس المصير، وبيطلب منها تكون مستعدة للكارثة اللي جاية. اول بقى ما ادوارد بيسمع الكلام ده بيقرر يروح بنفسه يحقق في الموضوع، فبيتجه على طول لاطلال مملكة زيركس في صحراء الشرق. لكن اول ما بيوصل للمكان بيتفاجئ ان في ناس من اشفال مستخبين هناك. طبعا هما بيتضايقوا لما بيشوفوه كانوا هيهجموا عليه، بس ست عجوز كده اسمها شان بتظهر في اللحظة المناسبة وبتوقفهم. لما ادوارد بقى بيطلب منها تساعده، شان بتقول له بصراحة كده انها ما بتقدرش تسامح شعب امسترس لانهم السبب في تهجير اهلها من بيوتهم وخلوهم يعيشوا في الصحراء الجرداء اللي ما فيهاش روح دي. بس في نفس الوقت شان مش بتشوف ان كل اهل امسترس اشرار، وبتحكي لادوارد عن دكتورين كده من امسترس كانوا بيعالجوا المصابين من اهل اشفال وقت الحرب. وساعتها ادوارد بيستوعب ان الدكتورين دول هم والد ووالدة وينري، والولد الإشفالي اللي كان واقف جنب شان بيأكد الكلام ده، وبيحكي له إن أهله كانوا دايما بيكلموه عن وينري دي لأن الدكتورين كانوا بيحكوا له عنها وهم بيعالجوه. لكن للأسف وينري نفسها ما كانتش تعرف إن أهلها تعرضوا لنهاية مأساوية، لأن الشخص اللي قتلهم بعد ما عالجوه كان سكار نفسه. وعامة بعد فترة ادوارد بيرجع تاني لسنترال سيتي بعد ما وينري بتكون خلصت له الدرع المعدني الجديد. واول بعد كده ما ادوارد بيخرج من محطة القطر بيقابله ولد صغير اسمه سليم، واللي بيطلع في الاخر انه ابن كينج برادلي، وبيقول له برادلي وقتها ان ابنه معجب جدا بيه. وبالفعل سليم بيطلع من العربية اول ما بيشوف ادوارد خارج من المحطة. وفي نفس الليلة دي بعد ما ادوارد بيصلح درع ألفونس بيقعد يحكي له على الكارثة اللي جاية على امسترس زي ما ابوه هيونهايم قال للجدة وينري بالظبط. فساعتها بيشك ادوارد ان الكارثة دي ليها علاقة بالخطة الكبيرة، خصوصا انهم قالوا ان ادوارد والفونس هم انسب اتنين للتضحية البشرية، وعلشان كده مش هيسيبوا حد فيهم يموت قبل ما ينفذ دوره في الخطة. لكن المفاجأة ان لينج ياو كان سامع كل الكلام ده وكان بيراقبهم من بعيد من غير ما يحسوا، وفجأة بيظهر قدامهم وبيبدأ يتكلم معاهم وبيقترح خطة، خصوصا بعد ما عرف ان ادوارد والفونس ناويين يقبضوا على واحد من الهامون كيولوس علشان يعرفوا تفاصيل الخطة. لينج
كمان بيقول لهم انه مش شخص عادي، وانه واحد من امراء مملكة زينج، وان ماي تشانج اللي قابلوها قبل كده تبقى اخته. وبيوضح لهم ان الامبراطور في زينج عيان جدا، وعلشان كده ولاده كلهم بيتسابقوا على اللي يلاقي علاج ويثبت نفسه قدامه. لينج بقى ومي قرروا يروحوا امسترس يدوروا على حجر الفلاسفة اللي بيقال ده انه بيخلي الشخص خالد ومش بيموت. بس لينج كان عنده طموح اكبر من كده، وهو انه كان ناوي يعمل انقلاب وياخد العرش ويبقى هو الامبراطور الجاي. المهم تاني يوم ادوارد والفونس بيقرروا يتبعوا خطة لينج، والخطة كانت انهم يستدرجوا سكار علشان يظهر، وساعتها الهامونكيولوس هيدخلوا يحموه، فتبقى فرصة بقى يوقعوا واحد منهم. وبالفعل سكار بيظهر وبيهجم عليهم، وفي نفس الوقت وينري بتكون وراهم وكانت جاية تدور عليهم في سنترال سيتي علشان كانت عاوزة تسلم حاجة ادوارد. اثناء المعركة بقى ادوارد بيقول ان سكار هو اللي قتل اهل وينري، واللي ساعتها بتوصل للمكان بالصدفة وبتسمع الكلام بودنها، وشكلها كده بيتغير في لحظة، والصدمة كانت كبيرة بالنسبة لها، خصوصا لما بتعرف ان الشخص اللي اهلها انقذوه من الموت هو نفس الشخص اللي قتلهم. ساعتها طبعا كانت غرقانة في الغضب وكانت ناوية تنتقم منه بايديها، فمسكت المسدس ووجهته عليه علشان تقتله، لكن ادوارد لحقها بسرعة ومنعها قبل ما تضغط على الزناد. هو ما كانش عاوزها تتحول لإنسانة مليانة كره وانتقام، لأنه عارف إن ده مش هيشفيها بل بالعكس هيدمرها أكتر. في اللحظة دي بقى سكار افتكر أخوه الكبير اللي ضحى بحياته علشانه في وسط المعركة، واللي ساعتها قرر يمشي ويسيب المكان. وفي نفس الوقت ده لينج ياو ومعاه حراسه قدروا يوصلوا لمكان الهامونكيولوس ودخلوا في معركة عنيفة معاهم. بس فجأة كينج برادلي بيظهر بنفسه وبيهجم على لينج من غير أي مقدمات، والمعركة بينهم بتكون نارية لحد ما لينج بيبدأ يتعب، خصوصا بعد ما لان فان بتتضرب وبتقع على الأرض. أول بقى ما بيحاولوا يهربوا لان فان بترمي قنبلة على برادلي، والضربة دي بتكشف عن عينه الشمال، وساعتها لينج بيشوف العلامة اللي اسمها علامة الأوروبوروس، رمز لجماعة الهامونكيولوس، وبكده بيتأكد ان كينج برادلي مش انسان عادي لكن في الحقيقة واحد من الهومونكيولوس. المهم بعد ما بيهربوا من برادلي، لينج ولان فان بيبدأوا يدوروا على اي اثر للهامونكيولوس، وبيعتقدوا وقتها انهم رايحين على مكان ادوارد والفونس، اللي في نفس الوقت ده بيرجعوا يقابلوا سكار تاني وبيبدأوا خناقة جديدة، بس بعد ما ضمنوا ان وينري في مكان امان. وسط المعركة بقى جلاتني بيظهر فجأة وبيهجم على سكار هو التاني، وكان ناوي يفترسه فعلا، بس لينج بيوصل في الوقت المناسب وبيزق قنبلة كده جوه بق جلاتني علشان يفجره. بس في نفس اللحظة دي ادوارد بيكون محضر حبال معدنية، وساعتها بيقدروا اخيرا يقبضوا عليه زي ما خططوا. المهم بعد شوية وينري بتوصل للمكان ومعاها الملازم هوك اي، واللي بتبدأ وقتها تضرب نار على سكار من غير تردد. ادوارد كان خلاص هيقبض على سكار ساعتها، بس فجأة مي تشانج بتظهر وبتلحقه قبل ما يتقبض عليه، وبتستخدم دايرة تحويل كده علشان تهرب بيه بعيد في مكان امان. بس مي ما خدتش بالها ان الباندا الصغيرة شياو مي اتثابت وراها وما خرجتش معاهم من دايرة التحول. المهم في نفس الليلة لينج كان قاعد مع موستنج والإخوة إليريك، وبيحكي لهم ساعتها عن اللي شافه في عين برادلي، وبيأكد إن العلامة دي معناها إن قائد أمسترس نفسه هامونكيولوس. ادوارد في الأول ما بيصدقش كلامه لأن عارف إن برادلي عنده ابن، والمفروض إن الجماعة دول ما بيخلفوش، بس موستنج بيقول له إن سليم ابن بالتبني مش ابن حقيقي، فوارد جدا إن برادلي يكون فعلا من جماعة الهومونكيولوس. في مكان تاني برادلي بيقابل راجل أشقر كده، والراجل ده بيناديه باسمه الحقيقي راس، ودي اللحظة اللي بتأكد إن كينج برادلي فعلا واحد من الهومونكيولوس، وكان باين عليه وقتها إنه بيحترم الراجل ده اللي قابله جدا، وقعد يحكي له كمان عن خطته، وقال له إنه ناوي يخلي موستنج واحد من التضحيات البشرية في خطتهم الكبيرة. في الوقت ده إدوارد كان قاعد يتكلم مع الملازم هوك آي، واللي حكت له عن الحرب اللي حصلت من 7 سنين ضد شعب إشفال، واللي وقتها كينج برادلي هو اللي أمر الخيميائيين يدخلوا الحرب، وكان هدفهم انهم ينهوا الصراع باي تمن حتى لو يدمروا كل جيش اشفال، وكان سكار وقتها واحد من الجنود اللي بيحاربوا ضدهم. ولما جت لحظة النهاية وكان سكار خلاص على وشك الموت، اخوه الكبير ظهر وضحى بنفسه علشان يحميه. وبعد كده اهل وينري اللي كانوا اطباء بيلاقوا سكار مصاب وبيعالجوه، بس هو بيغلط فيهم وبيفهم غلط، وبيتهيأ انهم استخدموا الخيمياء وصحوه باخوه علشانه هو. الغضب وقتها سيطر عليه، ومن غير تفكير هاجم وينري واهلها وقتلهم كلهم. المهم تاني يوم الفونس كان لسه شايل هم يومي، ولما لقاها قرر يستغلها علشان تدله على مكان مي تشانج، وساعتها يقدر يوصل لمخبأ سكار. بالفعل شياومي ودتهم لحد مي، والفونس تابعهم في السر لحد ما عرف مكان سكار. ولما بيجي الليل ادوارد والفونس بيتسللوا للمخبأ، وبعد ما اتاكدوا ان مي تشانج مش موجوده بيبداوا الهجوم. ادوارد وقتها قدر يزنق سكار في زاويه كده، لكن سكار قرر يهرب، بس الفونس كان عامل حسابه واستناه تحت، وساعتها مسكه قبل ما يهرب.
لكن سكار ما استسلمش بسهولة وضرب المكان كله خلاه ينهار علشان يعطلهم شوية ويقدر يفلت منهم. بس برغم كده ادوارد والفونس قدروا يثبتوه ويخلوه عاجز عن الحركة. وبعد لحظات كمان وينري وصلت للمكان، وادوارد وقتها كان فاكرها انها جاية تنتقم من سكار وتاخد حق اهلها، لكن المفاجأة انها قربت من سكار وقعدت تعالج جروحه علشان ما ينزفش لحد الموت. وساعتها قالت ان ابوها وامها حاولوا ينقذوه وقت الحرب علشان يعيش، وهي هتعمل زيهم بالظبط لانها بنتهم ولازم تكمل اللي بدأوه. بس في نفس الوقت وينري قالت بكل وضوح انا مش قادره اسامحك، بس برضه مش هضيع حياتي كلها في كره وانتقام. ادوارد وموستنج وهوك اي وقتها كانوا واقفين مدهوشين على الاخر، خصوصا انها قدرت تخلي انسانيتها تتغلب على وجعها وتساعد الشخص اللي قتل اغلى ناس عندها. المهم في الجهه التانيه سكار كان متاثر جدا بكلام وينري وتصرفاتها، وساعتها بصلها كده وقال لها بكل صدق انا اسف، بس كان عارف جوه نفسه ان اعتذاره ده مش هيغير اللي حصل ولا هيرجع اللي راح. بس فجأة لينج ياو بيظهر من العدم وبيقول لهم ان جلاتني هرب، وكان واضح كده ان جلاتني ناوي ينتقم من موستنج علشان قتل لاست. وفعلا اول ما جلاتني بيوصل بيهجم على موستنج وبيصيبه اصابه خطيره، وبعد ما خلص عليه بيبص ناحيه وينري اللي كانت واقفه لوحدها وما تقدرش تدافع عن نفسها وكان خلاص هينقض عليها، بس سكار بيتدخل في اللحظه الحرجه وبيفاديها بنفسه وبيقول لادوارد والباقي يهربوا وياخدوا موستنج ووينري لمكان امن وهو هيتكفل بايقاف جلاتني. وفعلا ادوارد والفونس ولينج بياخدوا موستنج ووينري ويهربوا، لكن بعد ما بيطمنوا عليها بيرجعوا تاني علشان يساعدوا سكار في المواجهه. في اللحظه دي انف بيوصل هو كمان وبيقول لجلاتني اياك تلمس موستنج او الاخوه إليريك، دول تضحيات بشريه وملناش غنى عنهم في خطتنا الكبيره. بس جلاتني ما كانش فارق معاه وبيحاول يبلع لينج ياو، لكن ادوارد بيتدخل بسرعه علشان ينقذه. بس في وسط المعركه دي جلاتني بيبلع ادوارد بالغلط، وكمان انفي بيتسحب جواه وهو بيحاول يلحقه. جوه معدة جلاتني بقى انفي بيقول لهم ان مفيش حد بيرجع تاني بعد ما يدخل المكان ده، وبيشرح لهم ان المعدة دي مش عادية، دي بوابة الحقيقة اللي خلقها الاب، بس طلعت فاشلة في النهاية وتحولت لمكان واقع بين الحقيقة والعدم، وكل اللي بيدخلها بيتحلل وبيضعف وبيموت بالبطيء. ادوارد ساعتها كان بيغلي من الغيظ حرفيا وبيهجم على انفي بعصبية، لكن المفاجأة المرعبة انفي بيقرر يكشف عن شكله الحقيقي لأول مرة وبيبدأ يتحول لوحش أخضر ضخم شبه التنين عنده 8 أطراف ووشه نص بشري ونص زواحف، وعلى جبينه العلامة الحمراء المثلثة المميزة. لحد هنا بيخلص الفيلم على كده، بس اتأكد انك مشترك في القناة ومدمر الجرس، ولو عجبكم الملخص ده اكتبوا لنا في الكومنتات علشان تشوفوا الأجزاء اللي جاية.